عايزه اقول لكم يا حبايبي اللي انا شفت الرسول في المنام ازاي وعملت العمره ازاي واللي حصل لي ازاي. كل واقف شوفوا كل حاجه في اخر الفيديو. عايزه بس اللي اسمعكم بس حاجه هتحسوا فيها براحه نفسيه لكل الناس. الكلام ده حسيت فعلا براحه نفسيه فيه. اسمعوا كده. بيقول لك كل واحد بيبقى في عايز يدعي بدعاء بس يقول يا رب، هو ليه دعائي ما استجابش لحد دلوقتي؟ هو ليه دعائي دايما متأخر؟ ليه مش دايما بتستجيب لي؟ بس الحقيقة ان ربنا بيختار لك الوقت الانسب، مش الوقت اللي انت شايفه مناسب. هو عارف صلاح حالك وايه اللي ينفعك. يمكن انت شايف دلوقتي احسن وقت، لكن ربنا شايف ان الخير في زمن تاني. الموضوع مش تأخير ولا تجاهل، ده لطف وحكمة من ربنا. ربنا ساعات بيأخر الإجابة علشان قلبك يفضل متعلق بيه، علشان تفضل ترفع ايدك وتدعي له وتستشعر قد ايه احنا ضعفة ومحتاجين له في كل نفس. افتكر دايما ان ربنا مش بيختبر صبرك بس، ده كمان بيربي قلبك على الرضا والتسليم. يمكن الدعوة اللي انت عايزها دلوقتي لو اتقبلت هتكون سبب ضررك، لكن لو جت في وقتها اللي ربنا مختاره هتكون سبب في فرحتك وراحتك. فما تستعجلوش وسيبوها على الله. قل له يا رب أنا راضي بحكمتك قبل رزقك، وراضي بتدبيرك قبل عطائك. ساعتها هتحس إن قلبك مطمن حتى لو الإجابة لسه ما جاتش. هو مش بس بيديك المطلوب، هو بيديك وقتها مع الطمأنينة والرضا واليقين إن الخير كله عنده. نسمي بالله ونصلي على رسول الله. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. عايزه اقول لكم يا حبايبي اللي انا ما طلعتش الايام اللي فاتت ده والله مش خوف ولا حاجه، الحمد لله. انا بس كان بنتي تعبانه شويه والله ومش قادره اطلع ولا اتكلم، بس انا كنت عايزه اطلع بالفيديو ده يعني من كام يوم بصراحه، من كام يوم. عايزه اقول لكم يا حبايبي القصه كلها اللي هقول لكم دلوقتي يا حبايبي. انا كنت ليا جاره ليا بحكي لها بقى على طفولتي والواحد اللي عاناه من طفولته، وقعدت احكي لها على كل حاجه واللي حصل له وكده. والله حتى يا حبايبي عايزه اقول لكم اللي فيه يعني في حاجات، يعني حتى لو ما ربنا فرحني بحاجه كل الناس بتتمناه وحلم كل واحد، والله العظيم انا شفت فيها الذل، شفت فيها الاهانه، شفت فيها الجوع، شفت فيها مرض ولادي ما عرفتش اعالجه، شفت فيها كل حاجه. وانا قلتها قبل كده بس محدش صدقني. ان شاء الله بقى مصير هقولها لكم باذن الله، بس انا عايزه بالاثباتات والدليل هقولها لكم، وهيجي شيء باوانها زي ما جه النهارده كل حاجه جت باوانها وهقولها لكم. لقيتها بقول لها في ما حصل موضوع فاروق كده، هو عرفنا بعيله بمدام زوزو. زوزو مدام زوزو يا جماعه اهل الكويت، الاخ عزيز والاخت حسناء والاخت حصه بيدوها فلوس، بتعمل وجبات جزاها الله خير للناس كتير جدا، وبيدوها بردك اللي هي بتطلع قنوات ناس من بره كل اسبوع بين 10 او 20 واحد بيروحوا عمره. اما حصل عرفتها عن طريق فاروق ده، فقلت لها في التعليقات طب طلعيني. قالت لي لا ابعدي عني بعيده عني انا مش عايزاكش. زعلت بحكي لجارتي بقول لها تصدقي اللي هي بتطلع كله وانا ما طلعتنيش؟ طب ليه؟ انا عملت ايه يعني؟ اللي انا عملته اللي انا كشفت واحد هو بينصب عليهم، واحد استغفر الله العظيم يا رب بيدعي اللي هو الفقر، وهو والله العظيم فين قنواته من زمان يا جماعه؟ اللي بيقول لي كان بيجي لنا بال150 وكان معايش فاتن على البخل وحتى الداعمين اللي كانوا بيروحوا يدعمهم هم اللي كانوا بيدفعوا له كله الفلوس واكل وشرب والكلام ده. فين فلوسه؟ يعني انا بينت لكم واحد يا مدام زوزو وقلت لكم على حقيقته، وقلت لكم كمان اللي هو والله العظيم انا مش قادره اتكلم اصلا، قلبي وجعني. بينت لكم حقيقته واحد وانا لو كنت عايزه فلوس وكده ولا عايزه جواز زي ما واحده قالت ولا الكلام ده كنت اشترك في التمثيليه اللي هو مش تمثيليه، ولا قال لي تعالى على المأذون مثلا عشان يجيبوا لنا شقه ويجيبوا لي دهب، كنت لو انا عايزه فلوس او دهب والكلام ده. لكن انا اخترت ولادي واخترت اللي انا اتدفن مع جوزي، ده اللي انا عايزاه. لقيتها دي يعني بينت لكم حقيقته وانتوا شفتوه وبان على حقيقته في البثات من كام يوم، وشفت حقيقته
ومش عايزه اقول لكم الكلام اللي قاله ولا هقوله لمتابعيني، اللي هو قال لكم ايه وانتوا سمعتوه وعرفتوه على حقيقته، وعرفتوا اللي هو واحد بياخد تقولوا له اذبح والفريزر مليان لحمه وكل يوم يطبخ لنفسه 3 كيلو لحمه، وانتوا عارفين كل قد ايه وشايفين البسات بتاعه اللي انا طلعت لكم حقيقته، يبقى انا وحشه؟ تيجي جارتي يا حبايبي راحت ما اعرفش علقت لمين، علقت فين؟ لمدام زوزو، بتقول لها ده دول بيتربي يتامى، اما تطلعها عمره حتى تدعي لبنتها وابنها بالشفا والكلام ده. لقيتها بقى ايه بصراحه طلعوا على بس، حتى مدام حسناء برضك في البث هي جارتها قالت له برضك، بتقول لها ايه بتهددني ازاي يجيبوا اسمي والكلام ده وهي تطلع وما اعرفش ايه طب ليه؟ طب ليه يعني؟ انتوا يعني انا عايزه اقول لكم اللي انتم مثلا طلعتوا ناس كتير كتير كتير، طلعتوا ناس كتير كتير كل اسبوع، جزاك الله كل خير، بتطلعوا كل اسبوع ما اعرفش بال10 وال20 والكلام ده بتطلعوهم. طب جاتوا على ام رنا ليه يعني؟ انا مش عارفه ليه، انا عملت ايه لكل ده؟ جايه بيقولوا لا. طب انا عايزه اقول لكم يعني ما هم الناس اللي كلها دعت لكم دي كلها، دعت لكم دي كلها، ما يمكن ام رنا اللي انتوا عاملين دي دعاها بس هو اللي يستجيب لكم، دعاء بالشفاء، دعاء بالذريه الصالحه. ام رنا اللي قلبها ابيض دي، اللي انا ما بكذبش، وابويا كان شيخ يا جماعه وببين الحقيقه، ولا عمري سبيت حد ولا عمري شتمت حد شتيمه وحشه. انا كنت بدافع عن واحده بيسب عرضها 6 سنين من واحده راح للعمده عشان يبطل اللي هي تسبها، ده اللي انا عملته. طب ليه؟ يمكن انا دعوتي هي اللي تعمل. عايزه اقول لكم القصه اللي انا اقولها لكم، اقول لكم دلوقتي. جه يا حبايبي القصه اللي انا عايزه اقولها لكم، كنت عايزه اقولها لكم من زمان بس انا مش عايزه عشان ايه يعني بفتح على اولادي اللي هي مثلا حاجه يعني يزعلوا فيها والكلام ده. اما انا جوزت رنا بنتي الكبيره وكده، كنت انا اصلا بخدم حماتي كانت ما بتمشيش خالص، يجي 3 سنين وزياده بخدم. اما رحت خدمتها يا حبايبي كان والله الرزق اقول لكم كتير جدا جدا جدا، اللي انا بشيلها وبحميها، ويعني مش عايزه اقول لكم الواحد كان واحده ما بتمشيش بقى. شوفوا الواحد بيعمل ايه. كان ابوه رنا، انا قلت الموضوع ده قبل كده، كان عندنا المفروشات واتسرق وما اعرفش ايه، خلاص بقى اتسرق وصفاه واشتغل بالقسط تبع شغله في المستشفى بالقسط. اياميها اما كنت بجهز رنا وحماتها عندي والله وبخدمها، الرزق ما اقولش ابو رنا اقول الرزق ده جاي منين مش عارفه. حتى رنا دي اتجهزت احلى جهاز، اتجهزت حاجه الطقم طقمين و3 يعني ما اقولكوش. جيت اتجوزنا رنا الحمد لله والكلام ده، جيت بقى بنعمل احنا جمعيات بقى عشان بنتنا التانية والكلام ده عشان نجهز. جه انا ايه حد من ولادي اللي هم ايه من صغره، يعني هو من صغره تعبان ملوش علاج ولا له علاج، ورحت مصر ورحت كل حته ملهمش علاج، حتى لو بره ملهوش علاج بره، ما ملهوش علاج بره. تعبت قلت له ابو رنا طب تعمل الله عليك عايزه عمره اروح ايه ندعي فيها كده الدعوه تستجاب وكده. قال لي ايه؟ راح قال لي لا قال لي لا، هو الكلام ده من 10 سنين. قال لي لا، قال لي احنا داخلين على جواز بنت وما اعرفش ايه، ويا بنت احنا محتاجين الفلوس اكتر. قلت له بص البنت لها رزقها، انا كنت عامله جمعيه اقسم بالله ما بكذب عليكم، جمعيه اقسم بالله وحياه ولاد ما بكذبش، كنت عامله جمعيه عشان جواز البنت 30,000، نعمل 30 في 30 كده وكده. الاخر قلت له انا هعمل الجمعيه ولها رزقها وانا ايه نطلع، عشان كل مدى العمره بتغلى كل مدى العمره بتغلى، تعالى نعملها ايه في الوقت ده ايه احسن. قعدت اقنعه كده، قال لي طب ماشي. ورحنا سالنا على ارخص عمره، لقينا ارخص عمره كانت ب 13,000. قالوا لنا يلا حضروا ده ما اعرفش هتطلع بعد 2 3 اسبوع، حضروا الحاجه ويلا ايه الجواز وتعالي كل واحد هيبقى 13,000. لقيت انا رحت قاعده اعمل اروح اشوف البطاقه لقاها منتهيه، يا لهوي البطاقه منتهيه لازم اجددها. رحت جددتها
رحت بقى واخد وقت على ما جددتها، رحت بقى اعمل الجواز، روح انا وبورانا رحنا عملنا الجواز. لقيت بعد ما عملت الجواز بتاع بورانا رجع وانا ما رجعش فيه غلط. ورحت بصراحه قعدت اعيط اقول هو ليه وربنا مش كاتب لي اللي انا اعمل ليه؟ هو يا رب وانا عملت ايه؟ انا والله ما بعمل حاجه وحشه، انا قلبي طيب وما بعملش حاجه وحشه يعني. هو ليه يا ربنا مش كاتب لي اللي انا اروح؟ لقيت والله العظيم رحت قعدت اعيط ونمت. اما نمت والله العظيم وحياة ولادي ما بكذب، وانا نايمه لقيت شفت في الحلم والله العظيم نور حاجه نور. قلت يا ربي انا شفت الرسول ما شفتش الرسول وش او كده، انا شفت نور. قلت يا حلاوه انا شفت الرسول. وقمت من الحلم ده فرحانه قوي. الاقي بحكي لواحده زميلتي بقول لها تصدقي خلاص انا مش هلحق 13,000 دي خلاص. قالت لي خلاص يا بنتي ده في واحد بيطلع في بلدنا ب 12,000 وطلع اهو. وقلت لها حتى هو قلت لها لو اماكن بعيده انا عايزه امشي بس اطلع، انا عايزه امشي. حتى هي الفنادق هي رخيصه والفنادق هتكون بعيده بس انا عايزه امشي مش مشكله. لقينا الحمد لله قالوا له خلاص الراجل اللي هو بيطلع ده راح جاب لي الجواز، راح عمل لي بصمه العين في ثانيه برضك في دقيقه. لقيت طلعت يمكن قبل اللي هي التانيه دي كمان. ولقينا والله العظيم جه جيراننا قالوا لبورانا ده مراتك دي بتحب النوم؟ انا بحب يعني الواحد ينام كتير او يقوم بدري براحته والكلام ده. قالوا ده مراتك ده هتروح تنام لك في هناك. من بورانا متدين جدا، صلاة الفجر والقيام والوتر والشفع، انا بصلي الفروض وخلاص مش هكس حاجه عليكم وخلاص. لقيت بيقول قالوا له هتروح تنام هناك، هتنام لك هناك. لقيت والله العظيم رحنا لقينا الحمد لله لقينا الفنادق قريبه مش بعيده عند محبس الجن، والله وخدمات جميله، والله كانت خدمه جميله قوي. ولقيت يا حبايبي اللي انا في روحانيات. اللي انا اول بقى ما رحت الكعبه انا كنت بقول لكم يعني انا عايزه ادعي بالشفاء لاولادي، وفي حاجات تاني جوايا عايزه ادعيها بس ما اقولش عليها وكده والكلام ده. اول ما رحت الكعبه فعلا يعني روحانيات جميله، قعدت ابكي او اعيط وادعي من ربنا بقلبي كده والله العظيم. وبقيت قاعده مش عايزه اطلع ولا من عند الكعبه، واروح كمان الروضه مش عايزه اروح انا وهم اللي في الاوضه. اثر كانت الروضه مفتوحه دلوقتي بيقولوا بميعاد، واروح مش عايزه واسيبها بورانا يزعق لي يقول لي انت سايباني، اقول له انا رايحه الروضه. انا بقيت انا اللي هو ينام وانا اللي بقيت قاعده مش عايزه اطلع حتى والله، ولا بتفكري في اكل ولا شرب ولا اي حاجه يعني الحمد لله. لا مفيش اي حاجه، انت قاعده للتعبد وخلاص وادعي من ربنا وعيط. والله العظيم يا حبايبي انا روحت من هنا ولقيت بعد رحت الدكتور عادي خالص لولادي، يعني عادي لحد من ولادي عادي خالص مش كبير يعني زي اللي في مصر والكلام ده. يشاء السميع العليم اللي خف والله العظيم خف. والله ما بكذب، وكل اللي انا دعيت له اتحقق. بشكر ربنا قوي 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 والله، كل ما افتكر ده اقعد اشكر ربنا. الاخر عايزه اقول لكم والله كل حاجه اتحققت. عايزه اقول لكم اللي اهل الكويت، الاخ عزيز، الاخت حسناء، الاخ انا مش عايزه عمره من حد انا مش عايزه عمره من حد. وحتى الحاجه فاطمه اما قالت لي اعمل لك عمره قلت لها لا ده انا عايزه اجهز ولادي الاول بنتي الاول. ساعات وبعدها قلت يا ربي والله العظيم عارف بعدها كان الفلوس مباركه، ربنا مبارك في الفلوس خالص خالص والله العظيم. ورزق بنتي جالها
معجزة من عند ربنا هقول لكم عليها بعدين، والله العظيم جالها 150,000 معجزة من عند ربنا، بقول لكم والله بعدين جهزناها بردك احلى جهاز، والله العظيم ما بكذب عليكم. ده بقول لكم معجزة من عند ربنا اقول لكم عليها بعدين برضه، اللي هي اتجهزت احلى جهاز. ما الحاجه فاطمه قالت لي ده اعمل لك عمره، بقيت اقول ايه طب انا ما وافقتش ليه يا بنتي؟ الواحد بيبقى عايز اما بتعملوا العمره دي بتبقى عايزه تعملي على طول يجي 200,000 عمره، عايزه تقعدي كده تنسي الدنيا. انا كنت اتمنى اللي هم اهل الكويت يعملوا لي، لان عايزه اسبوع، هم بيعملوها اسبوع، اقعد مع نفسي كده ادعي مع ربنا يشفي له ولادي، حاجه كده تنسيني يوم 5 سنين شفتها. يعني جوز زوزو ده ما اعرفش جوز زوزو ولا ايه، يقول اما هي بتربي يتامى وما تعيش، بربي وعايشين وربنا بيبارك في القرش القليل. انت في مصر لو 10,000 حتى مرتبك هيقضيك انت وولادك، من جمعيات لجهاز بنتك، لشقه بدفع شقه، لباب 2000 جنيه، لمصاريف اكل، لدروس، لكليات، كل ده. بس ربنا بيبارك في كل حاجه، بيباركها في كل حاجه يا ابو جاسر، ربنا بيبارك في كل حاجه. وانا واقفه بطولي ومتحمله مسؤوليه 4 عيال بطولي، ما فيش حد واقف معايا. بنت وهي بتعمل عمليه بقت واقفه بطولي، اغمى عليها في ايدي وانا مش عارفه اشتغل انا وابن العيال. يعني بتحس اللي هو حبايبي، قلت للحاجه فاطمه طب انا كان لها برزقها بنتي، بس كنت طلعت غيرت جو وروحانيات ودعات من ربنا، بس رجعت قلت خلاص انا مش عايزه حاجه من حد، انا مش عايزه حاجه يا اهل الكويت، انا مش عايزه حاجه ولا من اخت حسناء ولا الاخ عزيز ولا الاخت زوزو ولا اي حد. انا هعمل لما اسطر بنتي هعمل جمعيه وهطلعها عشان دعايه اللي انا ادعيه من قلبي كده يستجاب. ما قنوات اللي هم السب والقذف زي مثلا اللي هي مصريه دي، ناس عملوها لها الحسام، ناس عملوها لها اللي هي اخلاص ابو نجيله، ام فالح عملتها لها هي وترند، ام فالح حلميه بيطلعوها لقنواتهم مليونيره ويدوها ذهب، وده بيعملوها لها نشوه، بيعملوا لها ده، بيعملوا لها. هو ربنا بيستجاب له دعاء؟ لا طبعا ما بيستجابش له دعاء، لكن انا هعملها بشقايه وتعبي. هعمل جمعيه بعد ما اسطر بنته واعملها بشقايه وتعبي وربنا يستجاب له دعايا. يمكن يا اهل الكويت لو انتوا مثلا كنتوا عملتوا على رنا كان زمان ربنا استجاب له دعايا، يمكن انا اللي استجاب دعايا. انتوا طلعتوا الوفات عشان الناس تدعوا لكم بالشفاء وتدعوا لكم بالذريه الصالحه والكلام ده. ربنا استجاب، يمكن انا اللي كان استجاب عشان قلب طيب وربنا عالم بنيته وبرب هيتام. ليه تكسروا بخاطر الواحد كده وتعملوا فيه وتنيمونا معيطه ليه؟ والله ما كنت عايزه اقول حكايه العمره ده عشان بس ولادي ما يزعلوش من اللي انا اقول اللي هم تعبانين والكلام ده. كنتش عايزه اقول حاجه زي كده او يقولوا في تعب ايه، مش عايزه اقول تعب ايه. عايزه اقول لاخت حسناء عايزه تقفلي قناتي، اقفلي قناتي خلاص. عايزه تعملي اي حاجه اعمليها خلاص. بتهددني يا كمان يا جماعه، بتهددني يا كمان. شوفوا البث بتاع زوزو كمان بتهددني يا كمان. عايزه تعملي اي حاجه تعملي. انا قلت اساميكم، مش خايفه من اساميكم، مش خايفه من اساميكم. وانتوا كشفتوا لكم واحد اهو على حياته. والله العظيم انا مش عايزه اعمل فيه بلاغ ولا حاجات اللي هو اللي اسمها ايه دي، الاموال العامه ده ولا اسمها ايه، عشان خاطركم انتوا.
عشان انتوا بتفرحوا الناس، عشان دعوة الناس اللي انتوا بتدعوها ما يدعوش عليا، عشان ان في ناس بتعبانة انتوا بتساعدوها وبتعالجوها، وعشان والله العظيم خاطركم انتوا. لكن هو الراجل ده ما يستاهلش، وانا مرضتش اعمل اي حاجة فيه عشان خاطركم انتوا، عشان الناس، دعوة الناس لكم، والناس اللي هي الغلابة اللي هي بتفرحوها وبتساعدوها في تعبها. عشان كده ما عملتش اي حاجة بلغ عنه الراجل ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يلا السلام عليكم.